السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بنات، كيفكم؟ معاكم ثناء عبد الله من مدونة ميلكي واي، واليوم رجعت لكم بفيديو مشترياتي. بما انه هذا النوعية من الفيديوهات هي الأكثر طلب، وأنا هذا الشيء لاحظته يعني، مع أن المشتريات مو مرة كثيرة يعني، بس قلت بما أنه البنات طلبوا يعني بسوي. أول قطعة أخذتها هي قميص كذا قماشة، ترى ما يبين في التصوير بس إنه حريري، والنقشة اللي عليه مرة تجنن، نقشة كذا ربيعية صيفية كده تحسوها هواي، مرة تجنن. أخذتها من ماركة فري بيبل من موقع شباب. صراحة بالنسبة للسعر ما أذكر، بس برفق الرابط بحيث إنه أنتوا تقدرون تشيكون عليه. القطعة الثانية اللي أخذتها هي شوز من بوتيجا فينيتا. أتوقع كنت سمعتوني أتكلم على السناب إنه مرة خق عليه ومرة ميتة أبغاه، مرة عاجبني وداخل مزاجي صراحة، وخصوصا لأنه جاي رمضان، فأنا مرة في رمضان أستخدم سليبرز مرة كثير. زي ما شفته قررت إنه لازم أحتاجه في حياتي. أخذت اللون السيلفر، حسيته راح يخدمني أكثر من البرونزي والألوان الثانية. ممكن البعض يشوف أنه قروي يعني، بس باللبس مرة حلو. أخذته من موقع فارفتش، كان عندهم عرض شحن مجاني فاستغليته، وكان السعر مرة حلو. برفق لكم الرابط تحت. وبالنسبة للمقاس، أنا أخذت مقاس اللي بالعادة أنا ألبسه، يعني أنا ألبس 39، أخذت 39 بالضبط. دايما السليبرز حاولي إنه ما تاخدين أكبر منك، لأنه إذا أخذتي أكبر منك راح يبين من ورا كذا فراغ مرة كبير يعني، وانت تمشين كذا وتبدأ يبدأ السليبرز كذا يطقطق ومدري كيف، مرة ما ينفع. حاولي تاخدين مقاسك أو أصغر بنص درجة. أتوقع الهول هذا كله عبارة عن شوزات سليبرز. هذا الشوز أخذته من ستراديفاريوس، كنت شايفة شبيه له في نتا بورتي. كان سعره شوية مبالغ فيه، فلما شفت هذا في ستراديفاريوس خلاص لازم اخذه، خصوصا انه يعني فانكي كذا جيرلي، تحسون مرة بناتي صيفي يعني، احس راح استفيد منه كثير، وغريب يعني بالفيونكة اللي عليه. وغير الكروهات انتم عارفين انه هو الترند الصيف، فمرة حلو. ومن تحت الخوص مرة يجنن. ما ادري اذا راح تلقونه في الفروع او لا، بس انا اخذت مقاس 39 وسعره ما اذكر كم، بس كان حوالي 150 شيء زي كذا. السليبر اللي بعده من ماركة جيفري كامبل، صورته لكم على السناب وانهرتوا. هو مستوحى تقريبا من ديزاين ميو ميو، اللي هو كله لولو كذا، كله زحمة كذا، زحمة لولو. طبعا ميو ميو فيه ريش وفيه فرو جاي على الأرض كذا، حسيت انه ابدا مو عملي للأجواء اللي عندنا، بس هذا فرق أحس. هو زي المخمل تقريبا، بس من تحت عادي السول حقه يعني جلد من تحت يعني، فما راح يخرب غالبا يعني. هي مو مرة عملية، بس يعني تلبسين هالأشياء معينة. ومن ديور، ليدي ديور الميني، استعرضتها في الفيديو السابق. آه زي ما قلت لكم من قبل، انا اخذت الشنطة بالطلب من البيرسونال شوبر حسين، اللي هو الاكاونت حقه خليجي ويرز برادا. هو طبعا مقره في باريس، فيوفر لك القطع من البوتيكات اللي هناك. طبعا غير انه توفرين مبلغ مرة حلو، وغير كذا تكون الديزاينات والخيارات المتاحة لك أكثر من الخيارات اللي هنا، فهذا الشيء اللي حمسني يعني أكثر. وحسين والله ما قصر صراحة. زي ما قلت لكم أنا أخذت اللون الرمادي، كاف سكين، والجلد مو لامع، لا الجلد المطفي المات، حسيتها راح تخدمني كثير. شايفين كيف حجم الشنطة مرة صغير؟ يعني مو صغير يعني، أنا قد شفت أصغر من كذا، بس صغير من ناحية إنه بالمقارنة مع ليدي ديور العادية، بس يدخل فيها الجوال، تقدرين تدخلين فيها أشياء كثير يعني، أحس من هذه الناحية عملية كثير. ومن جوتشي أخذت الحزام
الجي جي اللي اشتهر كثير، بس ما اخذت الحجم الكبير، ما حبيته، حسيت ان الحجم الصغير راح يخدمني اكثر، وانا ما احب ترى الاحجام الهيوج كذا. بس ملاحظين ان رمادي، يعني رمادي صاير عندي فيفر، يعني جراي كذا، كله جراي جراي جراي، بس مرة عجبني مرة. والجي جي برونزية. بما اننا نتكلم عن حسين مرة واحدة، اختي كمان طلبت منا شنطة من LV. اخذت منا نيفر فول، اللي هي الشنطة الشهيرة من لوي فيتون، الشوبينج باج او التوت باج اللي تيجي مربعة. اختارت النقشة اللي تسمى دامية، اللي هي المربعات البنية، مو النقشة الثانية المونوغرام اللي عليها نقشة LV. لا، اخذت الدامية، واختارت السول او اللون الداخلي بالاحمر. طبعا نفس فكرة MCM، يجي معاها جوا زي الكلتش، بس كلتش LV مرة سخيفة، يعني تبين كأنها حقت ميك اب او شي زي كذا يعني. طبعا الشنطة ما فيها سحاب، ما تتقفل الا بهذا الغالق. من هالناحية يمكن مو عملية للناس اللي يعني يحبون الأمان يعني، بس أنا بالنسبة لي يعني عادي. بس تقريبا هذه مشترياتي، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا، ولا تنسون لايك سبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية. باي.